بقول لك ايه، ما تيجي نسمي الله نشوف هيكون غدانا ايه النهارده. انا عندي حله كبيره، حله سخنه على البوتاجاز، وعندي معلقتين من السمنه البلدي كبار. بجد وصفتنا النهارده قمر، واول مره اعملها معاكم. عندي حبتين من البصل متقطعين صغير عشوائي. مش هخليهم ياخدوا لون ولا حاجه، انا بس هدبلهم شويه. بس كده خلاص اهم دبلوا ما خدوش لون اهو. عندي بقى ايه، راس تومه كبيره كده، بما يعادل ايه معلقه كبيره من التوم. معلقه ايه متغذيه كده يعني توم مهروس. وابتدي انا اشوح فيهم، وبرده مش هخلي التوم ده يتحمر قوي. يا دوبك ان انا ايه، هيبقى لون اشقر شويه، يشقر شويه وريحته تطلع كده. بس خلاص. عندي بقى هنا ايه قمر، او واخد لون خفيف اهو، بس البصل لسه ما خدتش اللون. طبعا انا مش هحمر، مش عايزه البصل تحمر زي ما قلت لك. بس انا عندي بقى هنا ايه، كيلو من الباميه يا جدعان. باميه يعني قلبي في حته تانية اهي. ومحدش يقول لي بقى ايه الباميه دي كبيره، الباميه دي ما جايب ابني، فمحدش يتكلم ويتريق، يعني هو كتر خيره نزل جبلي. طبعا الباميه بتتغسل الاول، وبعدين تحطيها على فوطه تنشف على جنب، وبعدين تقمعيها تشيلي القمع بتاعها اللي فوق والطرف بتاعها اللي من تحت. بس هي لازم تتغسل قبل ما تتقمع. تمام. تسيبيها اهي. انا كمان بحب اشوح الباميه شويه في قلب الماده الدهنيه مع الثوم والبصل كده. اشوح فيهم بس ايه نص دقيقه بس كده. جربي طريقتي وهتعجبك ان شاء الله. بس كده خلاص. عندي بقى ايه، قرن فلفل سبايسي، مش حباه استبعديه. اشوح فيهم مره تانية. الريحه هنا بقى يا جدعان خطيره. عندي معلقتين من الصلصه الجاهزه. انا بحب احطها الاول مع الماده الدهنيه، واشوحهم بس شويه كده عشان اطلع ايه الطعم بتاع الماده الحافظه اللي فيها. اقلب بس فيها، بس هي تقليبه بس كده خلاص. عندي بقى هنا كمان، عندي كوبايتين كبار من صلصه الفريش، صلصه طماطم الفريش. اديهم تقليبه بقى كده مع الباميه، واحط لهم كمان بقى ايه معلقه سكر صغيره ممسوحه علشان الحموضه بتاعه الطماطم. معلقه صغيره مش كتير. عندي كمان طبعا انا مش بحب احط بهارات كتير زي ما قلت لكم قبل كده. عندي معلقه صغيره من فلفل اسود ونص معلقه من بهارات المشكله. بس كده مش هحط ملح دلوقتي. اديهم بقى تقليبه واسيب الطماطم دي لما تتسبك خالص في قلب الباميه. والطريقتي يا جماعه، انا بنزل بالباميه الاول زي ما قلت لكم كده، وبعدين بنزل عليها بالصلصه. بس هي كده خلاص اتسبكت. هتبتدي اللي انا بقى ايه، هضيف كوبايتين من المرقه بتاعه اللحمه اللي عندي. طبعا انت لو حابه تحطي اللحمه بقى في الوقت ده في الباميه ممكن تحطيها، بس انا بصراحه مش هحطها في الباميه. بس كده خلاص. هحط بقى هنا ايه بعد ما استوت، عصرة ليمونه. وانا الباميه عندي ما تبقاش باميه من غير عصرة الليمونه دي بصراحه، بس انت مش حابه ما تضيفيهاش، بس هي بتفرق في طعمها قوي. بس كده انا هطفي، هي خلاص استوت. حبه باميه بقى يا جماعه جنب رز بشعريه وانسي حكايه. طبعا انا قلت لكم قبل كده الرز بشعريه عملته كذا مره معاكم، وقلت لك ازاي يطلع منك مفلفل، والرزايه مفيش واحده لازقه في التانية ولا معجن ومفلفل وتحفه كده. وبس كده خلاص. وده كان غدانا النهارده. لا بس خلاص، مين اوعي تنسي اللايك، وانزلي اكتبي لي تحت دعوه من قلبك لاختك. سلام.